بديت الدراسة بمحو الأمية وراني نكمل الدراسة بالمراسلة. أنا في الثالثة متوسط وأنا نقرأ نفوت المراسلة الثالثة متوسط باش نحسن مستوايا نلتحق بالمستوى الدراسي. إن شاء الله نواصل الدراسة ونلحق المستوى الأول. عندي طموح باش نوصل للجامعة إن شاء الله. كريمي نور الهدى من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ذوي الهمم. الحقيقة التحقت بفصول محو الأمية، ثم يعني بدأت تواصل عن طريق المراسلة، والحمد لله اليوم في الثالثة متوسط وتطمح إلى دراسات يعني شهادة الرابعة متوسط وشهادة البكالوريا، وإن شاء الله الجامعة يعني توصل حتى يعني راها يعني الإعاقة ليست حاجز أمامها باش تواصل الدراسة إن شاء الله. يعني هنا على مستوى ولاية تيميمون الآن هي راها الوحيدة، وكان قبل كان كاينين من قبل يعني تخرجوا وصلوا للبكالوريا. وعندنا أيضا كبيرات في السن يعني تفوق 77 سنة الآن راها متواجدة على مقاعد الامتحان، وراها الآن في السنة الثانية ثانوي آداب وفلسفة. يعني كلهم هادو التحقوا بفصول محو الأمية وراهم يواصلوا الدراسة ويتمناو يعني يتمناو باش يوصلوا لدراسات عليا إن شاء الله.